ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يوم جديد وفيديو جديد، وشكرا جدا لكل اللي نورني القناة جديد وكتب لي كومنت حلو. بجد وجودكم على راسي، نورتوني وشرفتوني في قناتي المتواضعة. روتين النهاردة مش هيكون من اول النهار او اول اليوم، روتين النهاردة من اخر الليل، ده روتين ليلي. بص اقولك على حاجه، لو انت من الناس اللي بتحب السهر وما بتصحاش بدري زي كده اهو، او انت مثلا من الامهات اللي معاها بيبي صغير ما بتعرفش تعمل منه اي حاجه طول النهار، الفيديو ده هيكون ليكي. انا ما بحبش انام بدري واصحى بدري، ممكن انام متاخر واصحى بدري عادي لو ورايا اي حاجه. المهم بعد بقى ما خلصت كل اللي ورايا وذاكرت للولاد بدخل اشطب المطبخ بالليل. تمام. جيت كده وانا قاعده كده بعد ما الولاد ناموا، قلت ايه استقنيس شويه كده قدام التلفزيون، ورحت جبت بقى الاجنده بتاعتي كده، قلت اكتب المهام بتاعتي اللي انا هعملها تاني يوم زي كل يوم ما بعمل. لقيت ان انا الصبح هحتاج اروح الفرن اجيب عيش، وهحتاج ان انا اجيب خضار، والخضار اللي هجيبه هيحتاج تنظيف، يعني هيحتاج مني وقت طويل في المطبخ. طيب وهعمل ايه تاني؟ لقيت نفسي ان انا عندي غسيل برضو عايز يتغسل. المهم كتبت كل الحاجات اللي ورايا، كمان هعمل غدا للولاد، فكتبت كل الحاجات اللي عايزة تتعمل. فلقيت ان هيكون عليا مجهود كبير قوي الصبح. طب انا اصحى اروح اجيب اقف في طابور العيش واجي اغدي الولاد، ولا اذاكر لهم، ولا يروحوا دروسهم، ولا ايه؟ قلت لا، انا اقسم حالي واقسم اليوم بتاعي، وانا دايما بعمل كده. يعني انا بعد ما انام الولاد لازم اقعد لي ساعتين كده ولا ساعة بعد الولاد ما بيناموا. طب هتقولي لي بتعملي فيهم ايه يا نجلاء؟ بعمل زي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بعد ما بكتب كده الحاجة اللي انا هعملها تاني يوم، اقول لا، بدل ما يبقى ضغط عليا كبير تاني يوم، لا انا اقوم دلوقتي ساعة كده قبل ما انام اخلص فيها كل اللي ورايا. اسفة لو صوتي متغير شوية، لاني عندي دور برد شديد يعني شوية. فالمهم ايه، قلت لا انا اقسم على نفسي، انا كده كده هقوم اشطب المطبخ، فهقوم اشطب المطبخ. وايه بصراحه انا كانت دماغي كده بتوزني ان انا اروح انام وما اشطبش المطبخ بصراحه. رجعت قلت لها يا بنتي رجلي وراكي بكره حاجات كتير، قومي يلا شوفي اللي وراكي. وكتبت كمان بالمره في صفحه تانية، كتبت الحاجات اللي انا هجيبها من السوق بكره. قبل ما انزل لازم اكتب الورقه، في ورقه كده الحاجات اللي انا محتاجاها، عشان خاطر ما بقاش نازله السوق كده تايهه، انا مش عارفه اجيب ايه، ولا هجيب ده ولا ما اجيبش ده، واروح البيت الاقي نفسي ناسيه كل حاجه. لا، انا كتبت كل حاجه في الورقه. فجيت بقى ايه، قسمت عليا الشغل. قلت خلاص انا كده كده هقوم اشطب المطبخ قبل ما انام. طب هعمل ايه بقى بالمره؟ هروح احط حبه غسيل اغسلهم كده اهو في حطتين تلاتة في الغساله المروحين دي. بصوا الاريال اللي انا بحطه ده اريال يعني من شركة اريال، بس انا بصراحة جايباه من بتاع التومين. فبصراحة نوعه مش حلو خالص خالص خالص، اللي هو الكيس الاريال الازرق، يعني هو اللي بيتباع عند بتاع التومين ده تحسه ان هو مضروب. المهم قلت ايه بقى، اقوم دلوقتي كده احط لي حطتين تلاتة يتغسلوا. الكلام ده كان بالليل بعد يمكن على الساعة 12 كده، يتغسلوا عقبال ايه ما اشطب المطبخ وانشرهم، واروق كده الصاله والانتريه، واخلي كل حاجه ورايا خلصانه. عشان طبعا الصبح لسه هقف في طابور عيش، وهجيب عيش واجيب خضار وانضف الخضار واعمل اكل للولاد، كنت ناويه اطبخ يعني وكده. فلو كنت صحيت الصبح وكنت هعمل كل اللي ورايا ده، فكنت هلاقي لا ده في دربكه، وانا هتعب وهحس ان انا بجري حوالين نفسي كده. فقلت طب وعلى ايه اصعبها على نفسي، اسهل على نفسي كل حاجة. فبالتالي بقوم تاني يوم انا رايقة مطبخي، عارفة انه نضيف. لو فطرنا ولا حاجة كده هلاقي بس المواعين اللي هي بتاعة الفطار بس، فيبقى حاجة قليلة مش هياخدوا معايا وقت. لكن انا لو كنت نمت وسبت مطبخي كده موسخ او مكركب، هصحى تاني يوم مش عارفة اعمل ايه ولا ايه ولا ايه. طيب انت بقى لو معاكي بيبي صغير، انت بقى هيبقى هو اول ما بينام بالليل انت تيجي على طول تخلصي لك حاجه من الحاجات اللي هتكون عليكي بكره، اللي هي تاني يوم. انا عارفه وجود الاطفال الصغيره خصوصا لما يكونوا لسه بيبيهات بيكون صعب جدا، النوم بتاعهم بيبقى متقطع. ما بيناموش كتير ان انت تعرفي تخلصي اللي وراكي. خلاص لو بيناموا هما بالنهار تمام، انت هتنامي معاهم بالنهار. لو هما بيناموا فتره اطول بالنهار، انت يومك
النوم بتاعك هيبقى بالنهار. طب وبالليل طول ما هو صاحي انت تكوني بتشطبي بقى مطبخك، بتغسلي الغسيل، بتروقي، هتقضي يومك معاه زي ما هو صاحي. هتقولي طب ما هو صاحي عايز يتشال؟ لا، طول ما الطفل الصغير طول ما هو راضع ومغير وراضع كويس وشبعان، تمام، ومغير وواخد دواء المغص بتاعه وكل حاجة، فانت كده هيكون هو ساكت. ممكن يكون صاحي وساكت، انت هتحطيه جنبك كده اهو. والله العظيم انا كنت بحط بنتي سجدة، مش تسابيح، كنت بحط سجدة في برنيكة بلاستيك، مش عارف حد يعرف برنيكة دي ولا لا، اللي هي بيبقى فيها الفاكهة، عارفينها دي؟ اللي بيبقى فيها الفاكهة دي، بحط جواها يعني ببقى غسلاها ونضفاها، وبحط جواها البطانية القطيفة، كان في الشتاء وقتها البطانية القطيفة التقيلة، ولو في الصيف حطي كوفرتة قطن، تمام، وبحطها ايه جواها والله، واحطها جنبي على الرخامة. المهم اعمل اللي ورايا، ما انا هتصرف يعني هتصرف، مش هسيب نفسي ان انا سهرانة كده جنب الولاد والدنيا تضرب تقلب، لا هتصرف يعني هتصرف. وكنت بحطها جنب على الرخامة، وطبعا كل شوية وانا بعمل الحاجة كده بكلمها، بلعبها كده اهو. ولما كبرت شوية كنت بحطها في المشاية واخليها معايا في المطبخ. بس بصراحة كنت ببقى رابطة المشاية بتاعتها بحبل كده، واكون رابطاها في ايه، في اي حاجة جنبي بصراحة في المطبخ. ليه؟ لان هي طبعا كانت في المشاية بتجري بقى وتروح بعيد وتيجي تحت رجليا وكده، بكون حطاها ربطها بالحبل كده، وايه يعني عطيها مساحة كبيرة، مش مساحة صغيرة، بس اللي هو ما تطلعش لبره او ما تجيش عند البوتاجاز، تمام. وكنت بصرف نفسي. فانتي تقسمي يومك على كده، لو هو البيبي بتاعك بينام بالنهار نامي بالنهار، بس قبل ما تنامي بالنهار تكوني مخلصه حاجتك بالليل، عامله اكلك بالليل، مروقه مطبخك من بالليل، غاسله بالليل، عامله كل حاجه بالليل، هتقلبي ايامك او نومك شويه عادي، بس المهم تكوني مريحه نفسك وصاحيه مرتاحه. طيب ونفس الحكاية لو انت بتحبي السهر زي كده، انا زي ما قلت لكم ممكن عادي اصحى بدري لما يكون يعني ورايا حاجة. يعني انا في الطبيعي بصحى الساعة 10 9، ممكن اصحى يعني التسعة 9 كده عقبال ما افوق نفسي كده تكون 10 9:30. لكن انا اصلا ما بصحاش مش من الناس اللي بتصحى الساعة 6 الصبح و7 الصبح وتعمل الحاجة اللي وراها، لا انا اصلا بحب انام متأخر، انا كائن ليلي. وعايزاكي كمان تحترمي تحترمي ان انتي بتحبي وقت ايه، او انتي تحترمي الطاقة بتاعتك. في بعض الناس بتحب تصحى الصبح بدري الساعة 6 الصبح، تعمل حاجتها الصبح، تغسل بقى وتروح وتيجي وكده، دي الطاقة بتاعتهم بتكون نشيطة الصبح، عندهم طاقة الصبح، بيجوا على بالليل ما بيقدروش يعملوا اي حاجة. فدول ناس خلاص الطاقة بتاعتهم بتظهر الصبح، في بعض الناس بتظهر بالليل. يعني انا عندي الساعة اللي بقضيها بالليل بعد ما ولادي بيناموا احسن من طول النهار. انا عندي النهار ده طلبات اكل شرب سوق هدوم، قصدي غسيل، هعمل اي حاجه مثلا بالنهار، باجي بالليل بشوف بقى اللي ناقصني اللي ما عملتوش طول النهار. انا ممكن اطبق الغسيل بالليل واحطه على الكنبه، ممكن اعمل اي حاجه بالليل كده في وقت الرواقه بعد ما الولاد يناموا. المهم ان انا اصحى الصبح مرتاحه كده. كنت خلصت الغسيل وشطفته ورحت نشرته زي ما شفت اهو. والله العظيم انا بعد ما نشرتهم ما كنتش مصدقه ان انا غسلت كل الغسيل ده. والله العظيم انا كنت فاكره ان هم حبه قليلين، بس ببص لقيت ان هم ملوا البلكونه. ودول حبة غسيل كنت لماهم من قبلها، فقلت ايه اطبقهم كده من بالليل عشان خاطر اسيب ايه، اسيب الدنيا رايقه. يبقى انا كده غسلت ونشرت وطبقت غسيل وظبطت المطبخ، غسلت المواعين والبوتاجاز زي ما انتوا شفتوا، ونضفت الرخامه بتاعتي وايه، وهروق الانتريه والصاله، وهخلي الدنيا زي الفل. انا بعد ما بمشي ولادي على المدرسه الصبح بنام شويه بصراحه، بصحى على الساعه 10 كده اهو، بشوف مثلا لو عايزه اروح اجيب حاجه من بره سريعه، تمام، واجي اجهز لهم الايه، الاكل اللي عقبال ما يجوا. بس مش الاكل الغدا، لا انا بجهز بطاطس محمره بيض كده. زي ما انتوا شايفين طبقت الغسيل ورصيته على الكرسي، عشان طبعا دلوقتي وقت ليل وكلهم نايمين في الاوض، فلو رحت دورت النور وكده هسمح كلمتين ملهمش لازمة، يلا ما علينا. فقلت ايه خليهم كده، وقفلت كده الشبابيك كويس لان الجو بالليل بيبقى برد قوي. والستاير دي بصراحة تحفة ان هي تقيلة، وانا قصدي اعملها كده تقيلة علشان خاطر الأوضة دي بتبقى عندي تلج، هي وأوضة النوم عشان بيبقوا على الشارع. فانا ايه عملتهم كده. وكمان الستارة اللي في الركنة برضو عاملاها تقيلة لان الشباك بيبقى فوق راسنا،
فوق الركنة، فبيدخل علينا هوا كده من الأماكن الضيقة اللي تحت الشباك دي، بتتعبنا جدا. فأحلى حاجة لما تعملي ستاير تقيلة يعني. المهم كده ايه، ظبطت بقى الانتريه كده على الماشي، تنفيض بس سريع يعني، مش تنفيض عميق، لا بالراحه كده عشان كمان الناس اللي نايمه يعني. فتنفيض كده بالراحه لو في اي تراب ولا اي حاجه، وهظبط كل حاجه واخلي الدنيا زي الفل. انا اصحى الصبح ابص في المطبخ الاقيه رايق، في الهدوم ثبت الغسيل مفهوش غسيل، اللي هيجي من مدرسته محتاج هدوم هيلاقي الهدوم نشفت خلاص وبقت زي الفل. هصحى الصبح ما قداميش غير ان انا اروق الاوض بس، ما هيبقاش في اي وقت تاني، واروح السوق بتاعي اجيب حاجتي وادخل على مطبخي اظبط حاجتي. انا بظبط حياتي على حسب ما انا شايفاها. ما تسمعيش ابدا كلمة حد يقولك نامي بدري واصحي بدري، نامي بدري واصحي بدري. تمام، الصحيان البدري زي الفل، الصحيان البدري حلو، الصحيان البدري طاقة خير بركة رزق، الصحيان البدري جميل جدا. بس انت ممكن يكون عندك ظروف ما بتقدريش تصحي بدري، ما بتبقاش عندك طاقة الصبح، عندك ولادك مسهرينك، بتعملي حاجتك بالليل، انت بترتاحي في ان انت بتعملي حاجتك بالليل، تروحي تقلبي يومك وتلاقي نفسك صاحية بدري مش قادرة تعملي حاجة. انا لما بتكلم على حاجة في القناة بتكلم على تجارب انا عشتها. انا قعدت فترة اصحى بدري وانام بدري واصحى الصبح بدري اعمل حاجتي، بلاقي نفسي ما عنديش طاقة وكسلانة، فاخترت ان انا امشي على مزاجي وعلى حسب حياتي وعلى حسب راحتي. لان انا يوم ما هأثر في بيتي محدش هيلوم، اللي هيلومني انا، واللي هيغلطني انا، واللي هيقول لي التقصير هيقول لي التقصير منك انتي، مش هقول لهم من كنتوا. فانا مشيت حياتي وطبيعه بيتي على حسب راحتي. وده كان فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يعجبكم، وامشي على حسب راحة بيتك وراحة ولادك، ودي كلمة بقولها دايما، امشي على راحة بيتك وولادك. انا كده نمت وانا ضميري مرتاح، خلي الشقة زي الفل، المطبخ زي الفل، مخلصة كل اللي ورايا، اصحى الصبح اروق الاوضتين واروح السوق واجيب طلباتي. يا رب فيديو النهارده يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واسفة على صوتي عشان تعبانة شوية. وما تنسونيش بالله عليكم باللايك والاشتراك، وياريت شير للقناة عشان قناتي تكبر بيكم، واكون احلى عيلة تشرفني بجد، واقول انا عندي عيلة تانية محترمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.